السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرشية تعليم الخياطة، مرحبا بكم في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله على بركة الله هعمل لكم الموديل اللي انتم شايفينه في الصورة ده. موديل حلو وبسيط، وكمان تنفيذه سهل جدا. تعالوا نشوف. وما توفيق إلا بالله. الموديل ده بعتته لي إحدى المتابعات، وأنا دلوقتي هلبي لها الطلب ويلا. وما توفيق الا بالله. هنشوف كده الباترون الاساسي العادي خالص. الصدر، الربع الصدر والوسط، ماشي، ربع الوسط وربع الارداف، وهنا الركبه تحت الربع. تمام. وهنشوف الموديل سهل وبسيط. اي واحده ممكن تعمل الباترون الاساسي العادي خالص، مع اضافه على الربع مقدار للخياطه، يعني حاجه بسيطه كده، علشان الموديل زي ما احنا شايفينه مش واسع، واخدين بالنا. طيب هنا عايزين نشوف الموديل ده ينفع خلف وامام الاتنين مع بعض. الاتنين شبه واحد، ولكن باختلاف ايه؟ انه الامام هنحطه زي ما احنا شايفين الموديل مفتوح من قدام. الامام نحطه على طبقتين من القماش يكون ايه؟ مفتوح، مع زيادة اللي هو الخياطة، اللي هو سنتي ونص كده تقريبا للخياطة، وهشوف الكلام ده دلوقتي. اما الخلف نفس الطبقتين ولكن مقفول. تمام، هيبقى مقفول من ورا، لكن الموديل واحد، يعني تعملي باترون للاتنين عادي زي ما انا بعمل اهو كده اهو. فهنعمل ايه بقى؟ هاجي هنا عشان الرقبه اعدلها واخليها واسعه شويه، هانزل من فوق لتحت هنا 11 تقريبا، يعني هو مش نازله لتحت، يعني هو 11 12 كده بيبقى ايه؟ معقول. ماشي، هنا لو نزلت 11 او 12 معقول. تمام. وهاجي هنا من عند الكتف هنزل برضو، يعني في حدود من 3 الى 4 سنتي، خلاص في الحدود دي. وهاجي اوصل بالشكل ده عشان اعمل الكول ده زي ما اتفقنا، خلف وامام الاتنين شبه واحد. خلاص كده، موديل بسيط جدا مفيهوش اي حاجه، وكمان يديكي نتيجه حلوه، وفي القطيفه يبقى جميل جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. دي الرقبه اهي، وهعمل لكم كمان الكم هنا. بس زي ما احنا شايفين هو جاي من عند الارداف وداخل شويه كده، على ضيق شويه كده، مثلا ادخلي 3 سنتي ولا حاجه، وتعالي اطلعي بيها ايه على ما فيش الا بره كده، عشان يديك الوسع اللي انت شايفاه ده. يعني عايزه من 10 اقل اكتر، حسب ما تحبي الوسع ده قد ايه. طبعا بتطلعي فوق كده وبتعملي بالشكل ده. خلاص، الموديل سهل جدا جدا. تعالوا نشوف الكم وبعد كده نقصه مع بعض. الكم هتاخدي الكم العادي اللي احنا عاملينه، وهيبقى ضيق شويه من تحت زي ما احنا شايفين، وهاجي من فوق من الحته اللي فوق دي اهو الكم زي ما احنا شايفين. هاجي انزل من هنا بالمقدار اللي انا نزلته هنا، 3 الى 4 سنتي، اللي حسب ما ايه منزلتي. تمام، خلاص. وهاجي من فوق من راس الكم ادخل كمان في حدود من 4 ل 5 سنتي، واعمل كده عشان لما اجي اركبه في الموديل يدينا شكل الكولا اللي احنا شايفينها دي. وهقص هنا وهقص هنا، وهنشوف هنعمل ايه. سهل جدا الموديل وجميل في نفس الوقت. طبعا بتحط الحزام زي ما انت شايفه، الحزام سهل مش محتاج شرح. وكمان بتحطي الكلفه اللي انت حباها، هي دي اللي بتدي شكل جميل للموديل، يعني الخامه تبقى حلوه، والكلفه اللي انت بتحطيها دي كمان تبقى شكلها حلو. شايفين ازاي اهو؟ انا هعمله كده، وهيبقى الخلف زي ما اتفقنا زيه بالظبط، يعني ده ينفع خلف وامام، بس وضعه على القماش بيفرق. زي ما اتفقنا انه الامام بحطه على مفتوح، ونفس الباترون ده الخلف احطه على ايه؟ الناحيه دي هتكون مقفوله. تمام كده.
هعمل لكم، ممكن احط دلوقتي ورقه واعمل لكم علشان اوريكم ازاي حتى لما تيجي تركبوا الكم يبقى ازاي. تمام كده. ده هعمله لكم شايفين اهو الشكل ده. بصوا اهو باين كده اهو. دي الكولا اللي احنا شايفينها، وهنشوف الكم لما اجي احطه هيبقى شكله ازاي معانا. خلاص، يبقى انا هعمل كده وهجيب ورقة تانية وهعملها بسرعة علشان اشوف الفرق بين الاتنين. معلش اهو انا دلوقتي اللي افتكرت ان انا اعمل لكم بالمرة الخلف نفس الشكل بالظبط، هعمله لكم وهفرق لكم بين الاتنين ازاي عشان لما نيجي نحط الكم عليه يبقى ايه، يبقى مظبوط. اهو ده الباترون نفسه اهو، هحطه بالشكل ده عشان اطلع منه الخلف. نفس اللي انا عملته اديني هعمله اهو. اعتبر ان انا احطه على قماش، هوريكم ازاي يدينا النتيجة لما تحط الكم هتحطيه ازاي ونشوف. اهو موديل سهل جدا. هي كاتبالي قفطان تقريبا مش عارفه، انا بقول موديل بقى، معرفش انتوا اللهجات بتختلف. فستان، نقول فستان نقول فستان حسب ما ايه هو مكتوب. طيب هاجي بقى ايه، اذا انا هنا عندي شايفين عندي اهو الباترون ده الخلف خلاص زي الباترون ده بالظبط، ولكن الامام انا هعمل ايه، هفتح كده من النص، هفتحه كده من النص. طبعا انت ممكن تكتفي بورقه واحده، بس انا حبيت اعمله لكم كده علشان اوريكم الشكل العام. يعني لو عملت ورقه واحده من دي وحطيتيه على مفتوح من قدام وسبت سنتي ونص هيبقى برضو صح، بس انا حبيت اعمله لكم كده عشان ايه، يبان لكم الموديل شكله ازاي. اذا الخلف عادي مقفول وده هيبقى مفتوح، وهنا بتزودي في الحته دي من هنا في القماش بتزودي سنتي ونص خياطه، وهنا كمان سنتي ونص عشان لما تيجي تقفليهم مع بعض وتسيبي الحته اللي تحت مفتوحه زي ما احنا شايفين. بتخيطي مثلا لغايه هنا وتسيبي الحته دي كلها مفتوحه، واخدين بالنا بالشكل ده اهو. ده الموديل زي ما احنا شايفين من قدام مفتوح، وهنيجي نخيطه ونسيب الحته اللي تحت مقفوله ونحط عليه ايه الدانتيل اللي هو الكلفه اللي محطوطه دي على كمان الايه الرقبه. فانا هعمل كده بس عشان ايه ابين لكم ازاي ممكن لما تحط الكم. وده الكم اهو، طبعا هتحملي كم تاني، فالكم ده بيجي على ده شايفين اهو، بيكون واحد ورا، الجزء اللي ورا اهو هتحطيه وتخيطيه من هنا، واللي قدام هتخيطيه، فهيكمل لك شكل ايه، شكل الكولا. الكم هيجي كده هيكمل شكل الكولا بالشكل ده، علشان تقدري تحطي كمان الدانتيل او الكلفه عليه وعلى ايه وعلى الكم. تمام كده. كده انا خلصت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.